الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. مرحب بحضراتكم في بداية حلقة جديدة في جدد حياتك. جدد حياتك إن احنا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. جدد حياتك أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا أن نحبه. أحب الله تبارك وتعالى لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب آل بيتي لحبي لهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيته الكرام الأطهار الأبرار. في هذه الحلقة نتابع ما بدأنا من الحديث عن أهمية الأخلاق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ووقفنا في الحلقة الماضية عند سورة الأدب والأخلاق مع ضيفنا وضيف حضراتكم الأستاذ الدكتور محمد داوود. كنا نتحدث حديث العقل حول هذه السورة الكريمة، سورة الحجرات. برحب بكم فضيلة الدكتور مرة أخرى. أهلا ومرحبا. دكتور محمد، قصة ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. ربنا خص هذه الآية بخصوصية، ويبدو أن يعني علم الله المحيط أدركنا ونحن الناس الآن يعيشون هذه الحالة. كيف ترى المشهد وكيف ترى العلاج القرآني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. أخي الكريم، هذا مدخل جيد ومهم، لأنه يصل بين الواقع المتأزم الذي نتنابز فيه بالألقاب، والذي أصبح فيه الحوار بين كثير من الناس والتشاتم، لدرجة لحد التشاتم بالآباء والأمهات إلى آخر ذلك. وتأتي سورة الحجرات في آيات من آياتها إنقاذا بتوجيه رباني إلهي لنا جميعا من هذه الأزمة. الله عز وجل في بداية النداء يقول: يا أيها الذين آمنوا. وحتى نستشعر عظمة هذا النداء، أن الذي يناديك ربك كل نداء يأخذ شرفه وقدره وقيمته من قيمة المنادي. يعني إيه؟ أنا لو ينادي لي مثلا عالم كبير، أو ينادي لي وزير محبوب، زي ما ينادي لي إنسان عادي، أنا أحيانا أستشرف هذا النداء من المسؤول المهم، وأقول: أنا رايح أقابل الباشا فلان وما سألني أحد، لكن أنا عايز الناس تعرف وأستشعر في هذا النداء الفضل. كل نداء يأخذ شرفه وقدره وقيمته من قيمة المنادي، والمنادي هنا هو الله رب العالمين. فهذا أكرم نداء. يا أيها الذين آمنوا. لا يسخر قوم من قوم. مجرد الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك والتعالي على الناس، ربنا بيقول ده ما يحصلش. ليه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء. ليه جاب النساء هنا؟ لأن القوم في لغة العرب على الأعم الأغلب هم جماعة الرجال، لذلك خص النساء بعد ذلك فقال: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. المقاييس الربانية غير المقاييس البشرية في دنيا الناس. مقاييس البشرية في دنيا الناس إنها إنسان بياخد قيمته وعظمته من قيمة المسكن اللي بيسكنه، والسيارة اللي بيركبها، والبدلة اللي بيلبسها، ورصيده في البنك. لكن المقاييس الربانية قيمة الإنسان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى والعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن المقاييس الربانية تختلف عن المقاييس البشرية في دنيا الناس. ربنا ينبهنا إلى أن الذي تسخر منه وتتعالى عليه وتتطاول عليه ربما كان عند الله هو الأفضل والأحسن والأكرم. رجلان مر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجواره صحابي. مر الرجل الأول فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم بالموقف وسيلة إيضاحية هي اسمها وسيلة الموقف من الحياة الحياتية. فأشار إلى الصحابي الذي يجلس بجواره وقال له النبي: انظر إلى هذا الرجل، ما تقول فيه؟ إيه رأيك فيه؟
فقال يا رسول الله هذا رجل من أثرياء الناس، إن قال يسمع لقوله، وإن رغب في أن يصاهر أحدا فإن الناس ترغب في مصاهرته وترغب في مجالسته. أنا وإنت نحب نستضيفه ونشعر بالعزة والاعتزاز والقيمة لما نعزمه عندنا ونستضيفه عندنا، إلى آخر ما قال. صمت النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الوقت، ومر رجل آخر تظهر عليه ملامح الشدة والفقر، والفقر ليه أحواله على الصحة والجسد والملبس كل شيء. فقال النبي لجليسه لنفس الرجل ما تقول في هذا الرجل؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء الناس، إن قال لا يسمع لقوله ولا يرغب الناس في مصاهرته، إلى آخر ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، ده قسم بالله، نعم، إن ملء الرجل من الرجل الثري الذي مر آنفا لا يعدل واحدا من الرجل التقي الفقير الذي مر علينا. ليس الفقر مزية وليس الغنى عيبا، لكن العيب ليس الفقر عيبا وليس الغنى مزية، وليس الغنى مزية. أحسنت. نعم. ليس الفقر عيبا وليس الغنى مزية. نعم. وإنما المزية في تقوى الله عز وجل، نعم. في طاعة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يرجعنا إلى المقاييس الربانية حتى لا نتعالى بما في أيدينا. ليه؟ لأن الذي في أيدينا هو من فضل الله. قد يتعالى العالم بعلمه، وقد يتعالى القوي بقوته، قد يتعالى الغني بثروته، وقد تتعالى المرأة بجمالها، وإن سألت كل ذلك إنما هو من فضل الله. طب دكتور أنا هحط هنا جزئية. اتفضل. كمل. الناس مفكرة إن المكسب والربح في الدنيا شطارة وقلة شطارة، ناسيين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ورابطين ما بين النجاح في الرزق بالفهلوة والسعي والجري، وناسيين إن الرزق مرتبط بأسباب ومسبب الأسباب. إزاي نعالج ده؟ نعالج ده بأن ننظر إليه النظرة الحقيقية. الإسلام يعني جعل الدنيا، طلب الدنيا شيئا مطلبا للدنيا الحلال، الدنيا الصالحة. أما الدنيا المذمومة هي التي تقوم على الفساد وتقوم على الأمور غير الطيبة، وتقوم على السرقة، وتقوم على الرشوة، وتقوم على رعاية الشهوات والنزوات. دي الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا إن احنا يعني نترفع عنها ونبتعد عنها. أما فيه دنيا محمودة اللي هي النبي قال عليها نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال الذي يأتي من حلال ويبني في المجتمع وينفع الناس. وربنا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فدي دنيا محمودة لا ضير في أن يكتب، بل نحن مأمورين أن نسعى في اكتسابها. لكن ونحن نسعى في ذلك ينبغي أن نعلم أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أكمل ما بينته لحضرتك ولإخوتي المشاهدين. يعني كل النعم من ثروات، من مال، من علم، من صحة إلى آخره هي من فضل الله، وربنا ينبهنا في ذلك فيقول وما بكم من نعمة فمن الله. فينبغي أن تشكر المنعم على ما أنعم عليه. تشكره إزاي؟ الشكر القولي بذكره، والشكر العملي بأن تؤدي حق الله في هذه النعمة. تنفع بها المجتمع، تواسي بها الفقراء، تنفقها في الحلال ولا تنفقها في الحرام. لأن المال يا أخي الكريم هو الشيء الوحيد من النعم الذي يسأل عنه الإنسان مرتين. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فينبغي أن نفرق بين الموازين البشرية والموازين الربانية في مقاييس الناس. ثم يقول ربنا بعد ذلك ولا تلمزوا أنفسكم. وسيدنا عبد الله بن عباس لما سئل كيف يعيب الإنسان نفسه، اللمز هو العيب، وربنا يقول ولا تلمزوا أنفسكم، هل يمكن أن يعيب الإنسان نفسه؟ قال نعم.
لأن المؤمنين كنفس واحدة، فمتى عاب المؤمن أخاه فقد عاب نفسه. بارك الله فيك. نعم. ولا تنابزوا بالألقاب. جئنا لترتيب ما تفضلت وسألت عنه. هذا شائع الآن، كما شاعت ولا تلمزوا أنفسكم، شاعت ولا تنابزوا بالألقاب، وأصبحت حتى الناس ليس في العلاقات الشجار ونحو ذلك، لا، ده في علاقات الود والتحية بقى تحية الشباب التشاتم بالأب والأم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من أدب الإيمان أن يختار الإنسان اللقب الجميل المستحسن الذي ينادي به أخاه. يعني انظر إلى أفضل صفة يتمتع بها يعني أخوك وناده بها، لا تبحث عن صفة سيئة يبغضها وتناديه بها. هذا هو المعنى. وذلك كان سيدنا رسول الله كان ينادي الناس بأفضل الألقاب: الصديق، الفاروق، ذو النورين، إلى آخره. وكان يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني إيه؟ أنت عارف الإنسان بيعيش مراحل. يمكن أنا في فترة كنت فقير ثم اجتهدت في أغنان الله، فيجي واحد يقول لك مش ده اللي كان بيبيع فجل وكان بيبيع مش عارف وما كانش لاقي ياكل. في فترة ما كنت مثلا في مستوى علمي محدود، استشكرت واجتهدت ففتح الله علي فتقلدت مرتبة علمية. ولا مش ده اللي كان في كذا وكذا وكذا وكذا. ربنا بيقول لا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ده مقياس إنك أنت ما تردهوش للحالة الأقل، ناده بما أكرمه الله به. نعم. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. ويجدد الله النداء. ليه؟ امتى بنجدد النداء؟ كنا أنا مع بعض كده وجاي ماشي تقول لي يا محمد ليه بتجدد النداء؟ للتنبيه، للتأكيد. بس تقول لي خلي بالك من المعنى ده. فربنا بيجدد النداء للتنبيه، للتأكيد، لأهمية هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن رحمة الله أن قال كثيرا من الظن وقال بعض الظن إثم. الظن هو التهمة التي لا دليل عليها ولا برهان لها. يعني ما فيش جسم جريمة، ما فيش حاجة حصلت وكده ينسج من داخله يخترع تهمة ويثبتها على أخوه، أو ده سوء الظن. فربنا يقول اجتنبوا، واجتنبوا أشد في التحريم من لا تظنوا. لأن بعض الناس يطلع على بعض القنوات ويقول يعني ربنا ما قالش ما تشربوش الخمر ولا تزنوش، ده قال اجتنب. ده اجتنبوا أشد في التحريم. إيه الفرق بينهم؟ اجتنبوا لا تأتي دواعي ذلك، ما تقربوش منه. يعني قبل التحريم كمان في أمور ما تقربوش منها من أسبابها، من الدواعي المؤدية ليها. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ليه؟ قال المسألة دي فيها فقه. الظن بأهل السوء يظن بهم ما يليق بهم. يعني إيه؟ إيه رأيك واحد مسجل خطر؟ أنا أقول الظن حرام، سيب بابك مفتوح وباب شقتك إن شاء الله يدخل يلم اللي جوه ويخرج. لا، هنا سوء الظن بهذا من باب الحذر، خذوا حذركم، من باب الفطنة. ومن باب الفطنة. ليه؟ لأن الإنسان يظن بكل إنسان ما يليق به. تظن بالإنسان المحترم اللي الناس عرفت أنه يحافظ على جيرانه ويحترم الناس، وإنسان لا يسرق، لا يزني، لا يصنع الموبقات، يبقى ده تديه ظن خير، ظن حسن. لكن لما يكون من أرباب السوابق يبقى ده سوء الظن معه حذر. لذلك استثنى ربنا وقال إن بعض الظن إثم، ثم قال ولا تجسسوا. في القرآن عندنا حاجتين: تجسس وتحسس. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ احسنت. التحسس والتجسس الاول يشتركان في جزء مشترك من المعنى. هو التماس اخبار الناس خفيه في لطف. لكن يفرق بينهم، ان كان في الخير يبقى تحسس، زي سيدنا يعقوب ما قال لاخوه يوسف تحسسوا.
تحسسه من يوسف واخيه. اخي. نعم. يبقى ده طلب الامور خفيه للخير. نعم. ان كان في شر فهو تجسس. نعم. ولا تجسسوا. الراجل الحكيم يقول ايه؟ ما هو انت لو واحد مثلا يقول لك انا شوف الراجل اللي بيتكلم ده شوف فيه عيب، لا انت مش هتلاقي عيب واحد، انت هتلاقي عيوب. فالحكيم يقول ايه؟ انت التمس لو عايز تفتش وتبحث بقى وتخلي سكتك تدور على العيوب في الناس، لا ده انت هتلاقي كتير. انت التمس للناس عيبا تجد عيوبا، لكن الذي فيك اكثر. فعلا. خلي بالك يعني هتلاقي بس اللي فيك اكتر. طبعا طبعا. ولا تجسسوا. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصونها وقل يا عين للناس ألسنوا. فالمهم، فهنا ينبغي للإنسان ألا يبحث عن عيوب الناس. أقام الله مسائل الناس على الستر. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ما الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فالصحابة حبوا يستوضحوا يتبينوا من سيدنا رسول الله. صح. طب يا رسول الله أنا لم أكذب، أنا قلت ما فيه. قلت ده هو حشري وهو حشري مثلا. تمام. قلت ده هو أعمش وهو أعمش. قلت ده أعرج وهو أعرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته. لا حول ولا قوة. يعني لو قلت اللي فيه وما زودتش وما كذبتش يبقى هي دي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. انت عندك كذب. عايزين معانيهم يا فندم. عندك كذب وعندك غيبة وعندك نميمة وعندك بهتان. الكذب أن تخبر خلاف الواقع، خلاف ما حدث. ده الكذب. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكنه هو يكره أن تقول عنه هذا، إنك تفشي الصفة الوحشة دي عنده. نعم. ستره الله فيها يا أخي. استر أخاك. استر أخاك حتى يسترك الله. دي الغيبة. يبقى ذكرك أخاك بما يكره، لكنه يكره أن تشيع عنه ذلك وتذكر عنه ذلك. دي الغيبة. طب والنميمة؟ النميمة نقل الكلام بين الناس على نية الإفساد بينهم. هقول لك أنا موقف ده حصل قدامي. اتفضل. ما هو برضو إيه، الناس أهل العلم أحيانا المعصية بتاخد كده شوف شوية فنية خبيثة كده. أنا ما شفتش كلمة لذكر الله سبحانه وتعالى تكون ذنبا في مثل هذا الموقف. جه وبعدين بيقولوا له فلان. قال فلان يا أخي اسكت. سبحان الله. سبحان الله بالتشويحة دي يبقى معناها إنه عمل إيه؟ مصيبة. أيوة كده. خدت بال حضرتك؟ ده قال كذا ويروح قايل كلمة جزء من الكلام وهو قال في الأول سبحان الله. ويقول كلمة بقى وما كملش الكلام على بعضه. على كلام ولا تقربوا الصلاة. كده على نظام وسياق ولا تقربوا الصلاة. يقوم يفسد العلاقة بينك وبيني. وانا اقول قال كده برضه الأستاذ يقول كده. ده أنا يعني بحبه. ده أنا بأحسن إليه. يبقى النميمة نقل الكلام بين الناس على نية الإفساد بينهم. البهتان بقى والعياذ بالله. البهتان والإفك قبليه عشان يبقى بالترتيب. نعم. الإفك إنك تقول الذي بلغك عن أخيك، أنت لا شفت ولا عرفت، بس واحد جاء بلغك قال لك والله ده فلان ده مش عارف عمل إيه، فلان ده أصله إيه. نقل الذي بلغك عن أخيك دون أن تستوثق ولا أنت عارف ولا شفت. نعم. زي حادثة الإفك عن أم المؤمنين سيدة عائشة. نعم. هو نقلوا كلام سمعوه بس. أهو ده إفك والعياذ بالله. القرآن سماه إفك. أمال البهتان إيه؟ لا أنت تعرف ولا شفت ولا سمعت، وأنت بقى تنسجها كده من جواك وتروح قايلها عشان تشوه أخوك. زي اللي بيحصل مثلا أيام الانتخابات. عايزين شائعة كده تعدل الميزان شوية.
يقول لك الله ده فلان ده عرف انه بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ودي شائعه منسوجه بخبث علشان ايه؟ تهده. لا حصلت ولا سمعتها ولا شفتها، لكن في ناس في صناعه الزيف وصناعه الخراب متخصصين في كده، يروح صالع لك شائعه كده تطلع تخرب الدنيا. والفيس بقى بتاعنا دلوقتي يعني صعب في هذا المجال. بيمسكوا المجتمعات بتاعتنا يا دكتور، انا اسف، بقت مجتمعات نميمه. الاغتيال بالكلمات. ايوه، الاغتيال المعنوي، خلينا القتل بالكلمات. اتفضل. قصه الفيسبوك اللي حضرتك اشرت ليها دي بقى مجتمع نميمه، الفضاء الالكتروني للنميمه عن فلان وفلانه وتشويه الناس وقتل الناس وغير الفيسبوك كمان وتويتر وايضا في مجتمعات الموظفين. دكتور انا عايز اعرف المجتمعات المغلقه كلها سواء قريه او موظف او كذا. دايما يقول لك دي مجتمعات نميمه. خلي بالك من زمان يقول لك المجتمعات المتزاحمه بتشتغل مع بعض او متزاحمه على مقصد واحد، دول ايه؟ يشاع بينهم كده، يشاع بينهم الحسد والغيبه والنميمه وكده. اللي يحسن المساله دي الايمان. ليه؟ شوف الراجل الصالح يقول ايه، خلي بالك احنا محتاجين مش معلومه بس، تربيه يتنقل الواقع ده عشان يبقى سلوك وخلق. قبل ما احسن الناس بقت بتجيب في بعض، بتقطع في بعض، ده حقيقي. وممكن يكون بقى بالبهتان، بالغيبه، بالنميمه، بالغيبه. نعم نعم، بما ذكرت من آية القرآن العظيم. هو انا عايز بس ايه الحاله التي يعيشها الناس، بياكلوا في اعراض بعض، كيف قبحها الله وقبحها الشرع، وازاي نقول للناس امسك لسانك. ستأتي ولكن في الآية. نطلع لفاصل الاول يا دكتور بعد اذنك. هذا من حقك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم الأدعية القرآنية التي ينبغي على المؤمن أن يدعو بها، لأن فيها سعادة الدنيا والفوز في الآخرة، دعاء أبو الأنبياء إبراهيم خليل الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا الدعاء العظيم يناجي فيه إبراهيم ربه فيقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كما استجبت له فاستجب لنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد صلى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دكتور محمد داود، كنا بنتكلم قبل الفاصل وقبل الدعاء فضيلة الشيخ فوزي في جزئية إن الناس بقت بتاكل في أعراض بعض، وكأنها بقت مجالس استحلوا فيها الأكل واستحلوا فيها انهم ينهشوا في لحم بعض. ايه اللي جرى للناس؟ وازاي نخوفهم من ده ونقول لهم ربنا اعد له عقابه، وازاي نرجع الناس للصح تاني؟ الناس في مجتمعات النميمه والغيبه، مش عايز اقول ايه. القرآن في هذه الآيات في هذه السورة الكريمة وصف لنا الحل النافع الناجع الهادي
الفعال. في كل آية كان يجدد النداء بوصف الإيمان. الإيمان لما يضعف تتبدى كل هذه السوءات اللي حضرتك وصفتها في اللسان وفي الأخلاق وفي القلب والتعامل والقلب كله. ولذلك الإيمان ده زي البطارية بتاعت المحمول وبتاعت السيارة، لما يضعف يأثر على الفعل. ولذلك لو حبيت علاج حقيقي لكل السلوكيات والأخلاق والكلام، زود من الإيمان. إزاي؟ زود من الإيمان، علم الناس عظمة ربنا وذكر ربنا والخضوع لله عز وجل، وإن الإيمان ده له تكاليف، له أعمال. والمؤمن ينبغي أن يكون مؤمنا في كلامه وفي ظنه وفي سلوكه وفي كل شيء من حياته. كل ما تزود الإيمان بذكر الله، بالعمل الصالح، بتذاكر فضل ربنا سبحانه وتعالى، يحصل كده. ولذلك الراجل الصالح كان يقول إيه بقى للتلميذ الذي يربيه؟ قولوا ولدي، بعد ما ذكر الآية بقى غيبة ونميمة وإفك وبهتان إلى آخره، قال اعلم يا ولدي أن ذكر الناس داء، مرض، معصية، حاجة وحشة. اعلم أن ذكر الناس داء، مرض، وذكر الله عز وجل دواء. الله. فعليك بذكر الله عز وجل. ليه؟ قال ربنا اللي قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى في وقت ما هو لازم طرف من الاثنين يقطع الدايرة دي بتاع الكلام الوحش. ازاي؟ لما مجتمع المشركين تكالب بالكلام الوحش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا قال له ايه؟ في آخر سورة الحجر 3 آيات، دول جواب للي سيادتك بتقوله بتسأل عنه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صلى الله عليه وسلم. بما يقولون كلام وحش اهو. وده ليه صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الله كلام، خلي بالك، علشان الواحد يقدر يصبر، يعرف ان البشر من عادتهم ان يتكلموا، فاتكلموا في حق ربنا. ايه يعني لما يتكلموا فيها وفيك؟ اتكلموا في حق الانبياء، قالوا يد الله مغلوله، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، الى اخر ما ذكر القران. واتكلموا في حق النبي، قالوا شاعر وساحر ومكنون وكاهن الى اخره. واتكلموا في اهل بيت النبي السيده عائشه. فربنا بيقول له احنا عارفين كلامهم يضايق، ربنا بيعلمنا بقى نقطع دايره الكلام ده ونخش بحاجه جديده تعالج الموقف. ايه هي؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. ادي اول دواء. انقل الكلام الى التسبيح وذكر الله. وكن من الساجدين، ده مجاز مرسل، عبر عن الصلاه باشرف اجزائها وهو ايه؟ السجود. يعني قوم اتوضى وصلي. ليس على قبيل المذاهب الماديه، هات حاجه واكسرها ولا روح مش عارف فين ولا لا، ده علاج داخلي، اصلاح حقيقي. قال له ايه بقى؟ قوم اتوضى وصلي وكن من الساجدين. ايه تاني؟ تغيير في الفكر. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. خلي عينك على الملتقى عند الله، خلي عينك على مرضات الله. ما تحطش عينك على الناس وقالوا كذا. انت مؤمن، انت مع ربنا، انت في معية الله. لذلك ربنا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب. دكتور، سيدنا النبي كان تحدث مرة وكان الصحابة موجودين، أبو بكر وعمر، وكان ذكر أحدا مش بحاجة صعبة قوي، قال عنه مش عارف قصير أو حاجة يعني بمعنى الأثر الوارد، فقال لهما أخرجا لحم أخيكما من بين ثنيتكما. يعني كأنهم ما هو طبعا تحقيق للآية يعني. لأن ربنا لما شبه الغيبة بأكل يعني لحوم البشر، كنت كتبت مقالة أشهى مأكولات العصر لهذه الآية، خدت بالك؟ فهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطبق معنى الآية، بيجسد المعنى ده عشان يكرههم في الفعل ده، بيجسد المعنى ده عشان يكرههم في الفعل ده. فالشاهد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن هنا
اعود للايه اللي قلتها لان دي في العلاج مهمه، وانت بتسال نعمل ايه. لما تلاقي المجتمع كده، اقطع حلقه الكلام الموصول في الغيبه والنميمه والافك، تقطعه بايه؟ بذكر الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اديك مثال. حبيبي، في ماضي العمر كان لينا فرصة إن ربنا يستعملنا في خدمة الحجاج في الإشراف ونحو ذلك. فكنت أقول لي يا أحبابي، ربنا نهى عن الجدال في الحج. فلو شفت واحد هيبدأ قصة جدال، احنا مش هنجادله، نعمل ايه؟ مش هنجادل، انتوا عملتوا ده يصح، ده ما يصحش، ده يعمل. احنا هنقول له بقى، نيجي كده قدامه ونبتسم ونقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. خلاص انت قطعت حلقة الكلام الشيطاني والجدل بذكر الله. جاءت الطمأنينة، نزلت الملائكة. دي مسألة مهمة نتعلمها كلنا من ربنا ومن سيدنا رسول الله. طب واحنا في منى يقول كذا وكذا وكذا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طب أنت في الشارع بسم الله ما شاء الله الحمد لله، أنت بخير؟ والحاجات دي متطبقة. بس في ناس بتحب تنتصر في الكلام، وبتعتبر إن الكلام صنعة، وبتاكل أكل عيشها من الكلام. إزاي نخفف عندهم المرض ده؟ شوف، نربطهم بربنا ونخلي ياكلوا عيش بالكلام الحلو بدل ما ياكلوه بالكلام السيء. ونقطع الكلام الوحش بذكر الله سبحانه، ونديهم مادة حلوة يتكلموا فيها. القلم اللي ليه صنعة نقول له انت جميل، انت شاعر وانت أديب وانت كاتب، وانت ده شيء نعتز بيه ونحتفي بيه، بس عايزينك تتكلم لنا في كذا في كذا في كذا، في شيء يصلح. يعني يوم أن تعبر الكلمة والكتابة والكلمة المنطوقة والفن والكتاب والعلماء، يوم أن تعبر الكلمة عن قيمة تبني الإنسان، قيمة تبني الوطن، قيمة تبني الأمة. الناس يا دكتور حالها بقى، واحنا منهم، أيوه، صعبة جدا. تقعد في أي مجموعة في أي مكان، إلا لما تلاقي المادة هي لحوم الآخرين. هو ما من شك إن في فتنة حاصلة، والخروج من الفتنة ينبغي أن يكون بذكر الله زي ما بقول لحضرتك. بالوعي، الوعي ألف به للخروج من ذلك. إن التلاوم مش هيخرجنا من الفتنة. إيه التلاوم؟ فخ التلاوم. تقول لي انتوا الغلطانين يا اساتذه، وانا اقول لك انتوا الاعلاميين انتوا الغلطانين، والتاني يقول انتوا كذا، وده يقول كذا. احنا ما بنبحثش عن حل، احنا كل واحد بيلقي فخ التلاوم على الاخر. عشان ايه؟ يتحدث ببراءة الذمة عن نفسه. انا قلت لكم ماليش دعوة، انا كويس. لا، ده انا جزء من المشكلة. وانا اتحدث الان انا جزء من كل المشاكل، انا جزء من المجتمع اللي فيه المشاكل دي. واهل العقل هم من يقترحون الحلول. زيك بقول لك دايما النخبة الأدلة للمجتمع هم اللي يقترح الحلول لهذه المسائل. خدت بال حضرتك؟ يقترح الحلول في الوعي، في الفكر، في العلم، في القيمة. تعرف اللي بيخلينا نعمل كده ايه؟ خلي بال حضرتك، في حالة فراغ رغم كل انشغال الناس في أعمال وظيفة واثنين وثلاثة، فراغ في الذهن، فراغ عن رؤية للمستقبل، فراغ عن رؤية لحقيقة الواقع، فراغ عن الدور الذي ينبغي أن يكون لكل منا، والفائز حقا من يدرك دوره. عايزين نشوف ألمانيا لما سقطت في الشدة بعد الحرب العالمية، نساء ألمانيا عملوا إيه؟ عايزين نشوف اليابان بعد القنابل الذرية وهلكت هذا الهلاك، كيف قامت اليابان؟ عايزين نرى قصة النجاح اللي عملتها مصر في القديم أمام كل الحروب التي جاءت عليها. نحن استطعنا أن نفعل ونستطيع أن نفعل. نحن نريد أن ننقل الحديث من التلاوم والحديث ببراءة الذمة والحديث عن تعظيم المشكلة المادية ونحو ذلك إلى الحديث عن الأمل، والحديث عن الحلول، والحديث عن الواجب علينا. وناخد بقى الصحابة أسوة وقدوة. ايه رأيك الصحابة
في ظروف كلوا ورق الشجر المر اللي كانت الدواب لما تاكلوا من مرارته تلوك وترميه مرة تانية. لكن في الأحاديث لم نسمع عن أزمة اقتصادية في سنة رسول الله في حال الصحابة أبدا. كيف تجاوزوا هذه الأزمة؟ يبقى هنا الوعي العقلي، الإيمان القلبي، أن أعلم دوري ماذا أفعل. وهنا الإعلام له الريادة، هو اللي بيصنع الفكر، هو اللي بيوجه السلوك. أنت مش عايزني أتكلم عليه؟ لا اتكلم. هل أغضبتك؟ لا 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 لا، ده انت خدتني لمنحى اخر. اتفضل حبيبي. قصه اختفاء الرضا من حياه الناس. أنت عظيم في هذا الأمر. ما من شك أن الرضا هو سبب السعادة. الرضا، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا هو سبب السعادة. والإنسان متى يرضى؟ إذا صح الإيمان في القلب وصح الوعي في العقل وأدرك الإنسان دوره، يرضى إن ده نصيبي، وإن عظمة الإنسان في إنه خلي بالك يحول الظروف السيئة إلى بداية قصة نجاح. الأمم العظيمة، الناس العظيمة، كل شدة هي التي تصنع فينا، ستصنع من شعب مصر وتصنع من الأمة إن شاء الله، تصنع مجدا وعظمة ولن تصنع انهيارا. عايز أقول لك حاجة، في أدبيات التربية يقولوا إيه؟ يقولوا الفحم الذي تعرض لضغوط عالية بين الصخور إلى ملايين السنين صار معدنا نفيسا هو معدن الماس. الفحم الذي تعرض لضغوط عالية بين الصخور لملايين السنين تحول لمعدن نفيس هو معدن الماس. والفحم الذي ظل طليقا لم يتعرض لهذه الضغوط ظل فحما كما هو. الشدائد تصنع رجال يستطيعون أن يقاوموا وأن يواجهوا، ولذلك هذه الشدة ستولد فينا قدرة على المواجهة. طب الحكم لما يكون الفساد ظاهرة عامة ومنتشرة رغم مكافحة البعض له والقلة التي تكافحه، كيف نعيد الناس إلى قيم وأخلاقيات كانت فيهم وذهبت عنهم؟ ما من شك أن تفعيل القانون. ليه؟ لأن لما يبقى في قنوات خاصة ادفع وقول، ما هو ده قمة الفساد. لما يبقى القانون هو الذي يحمي الفساد بأن تيجي المحليات ويقول لك ادفع وخالف، ما هو ده الفساد بعينه. فعل القانون وما تخليش القانون أعمى على الناس ومفتح على ناس. العدل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك أخي الكريم لازم تبقى قداسة القانون فوق مكانة الشخص، ولا تصطدم أبدا مكانة الشخص بقداسة القانون، لا يهتز القانون أبدا. ولذلك سيدنا رسول الله لما سرقت المرأة المخزومية وقالوا لأسامة الحب ابن الحب لرسول الله، قالوا يشفع لها توسل، القبيلة سيلحق بها العار. فلما جاء النبي قال لا، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه والضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى القانون صحيح أو قدام الضعيف المسكين الغلبان ده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ما المعنى؟ قداسة القانون والمبدأ لا تهتز أمام مكانة الأشخاص. لو عملت كده كل ده انتهى. دكتور، في عبارة موجزة، نعم، رسالتك في قصة الغيبة والنميمة وسوء الظن توجهها لمن وتختم بإيه؟ أوجهها أولا لنفسي ولك ولكل المجتمع، لأن الله خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الأستاذ شكرا الدكتور لك. محمد داوود. سعدت بلقائك. أنا استمتعت بيك يا دكتور، شكرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني أول المستفيدين شكرا. من كلام شكرا فضيلتك، لك. وأن يفيد أيضا المشاهدين والمتابعين والمستمعين. نراكم بإذن الله في حلقات قادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نراكم بإذن الله في حلقة قادمة في جدة حياتك. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء بإذن الله.